في واحد الحومة شعبية في كازا، كانوا الناس ديما كيهضروا على واحد الدار مهجورة، كيقولوا كانت ساكنة فيها عائلة وماتوا كاملين في حادثة غامضة، وحتى واحد ما عرف شنو وقع بالضبط. نهار من نهارات، يوسف شاب مغامر قرر يدخل الدار مع صحابه باش يصوروا فيديو للرعب ويديروه في القناة ديالهم. دخلوا في الليل ومعاهم الكاميرا والضوء. منين بداو كيكتشفوا الدار، سمعوا بكا كيجي من الطابق الفوقاني، بكا ديال المراه كتقهر بحال شي حد فقد شي عزيز. يوسف ما تصدقش وطلع بوحده، مع أن صحابه قالوا ليه خليه راه غير الهوا ولا شي حيوان. طلع يوسف للدروج، وكل ما كيطلع البكا كيزيد، حتى وصل لباب بيت قديم. حلو بشوية ولقى مراه لابسة كحل، شعرها طايح على وجهها، كتبكي وكتقول رجع لي يا وليدي، رجع لي يا وليدي. يوسف تجمد في بلاصتو، ما قدرش يتحرك، لكن في واحد اللحظة شفتو رفعات راسها وما كانش عندها وجه، غير سواد بحال حفرة كتبلع كل شي. هرب يوسف وطاح من الدروج وتهرس رجليه، صحابو جراو به للسبيطار، ومن داك النهار يوسف ما عادش كيقدر يهدر، غير كيرسم وجوه سوداء في الحائط وكيبكيه. وكل مرة كيكتب في الورقة واحدة الجملة: ما كانتش إنسانة، كانت شي حاجة أخرى.